امبارح كنت بتكلم مع واحدة نمساوية على الحب وعلى الكره. فكان ليها مفهوم غريب قوي يعني. بتقول لي ان الانسان لما يحب آه، ممكن يبذل كل اللي هو ما في وسعه للآخرين ويعطيهم الحب، بس ما يجيش على نفسه، ما يجيش على نفسه. فجاء في بالي الرب يسوع المسيح اللي كان بذل نفسه إلى المنتهى. يعني احنا ممكن ما نجيش على نفسنا كبشر، آه نحب بس بشروط. احنا كبشر بنحب بشروط، والشرط دوت كل واحدة بقى على حسب ايه، يعني حسب شخصيتها وحسب نفسيتها بتحط الشروط دي. لكن ربنا ما حط الشرط، حبنا كده بعملنا. حبنا، حبنا فضلا، بذل نفسه ومحط الشرط. اتاري بقى ربنا هو الوحيد اللي محبته بدون شروط. العالم بيشرط علينا علشان يحبنا، لازم واحد اتنين تلاتة، كل واحد حسب شخصيته. قعدت افكر كتير، يعني صح، صح احنا بنحب بشروط. يعني في مقولة بتقول حب بالرغم من، يعني مهما حصل يعني، ومهما جرى، ومهما كنت إنسان وحش، ومهما كنت خاطي، ومهما كنت مش ناجح، ومهما كنت مش مش مؤهل، ما تناسبنيش انك انت تكون يعني صديق او اخ او زميل. لكن احبك علشان دي وصية، حبوا بعضكم بعضا. قعدت افكر واقول لا، هو فعلا مفيش حد بيحب حد كده يعني للمنتهى مهما صدر مننا. لا، في ناس تحبنا لكن لو غلطة واحدة يعمل اشطب. لا، ما اقدرش، ما اقدرش اكمل، ما تناسبنيش، ما يناسبنيش، ما ينفعش. اصله هيتعبني في الطريق، اصله هيضايقني، اصله مش نفس المستوى، مش نفس الثقافة، مش نفس البلد، مش نفس اللون، مش نفس لون العينين، مش نفس لون البشرة، مش نفس. نقعد نحط شروط علشان نحب. لكن ربنا ما حط الشروط. هو عارف ضعف كل واحد فينا، إمكانيات كل واحد فينا، وثقافة كل واحد فينا، وتربية كل واحد فينا. هو عارف كل حاجة. هو حبنا، حبنا بالرغم من، مش علشان. لكن البشر يحبك عشان قلبك هيكون فين بقى؟ قلبك هيكون في أنهي محبة؟ بالرغم من ولا علشان؟ ها، كل واحد فينا يسأل نفسه بقى، انت بتحب بالرغم من ولا علشان؟ اعتقد يعني كلنا وانا اول هنقول علشان. لكن احنا عايزين نتعلم ان احنا نحب بالرغم من، بالرغم من ضعفك، بالرغم من سقطاتك الكتيرة، بالرغم من مرضك، بالرغم من انك ما تناسبنيش في الثقافة، بالرغم من انك انت آه، ممكن تكون مش بتحبني، بالرغم من ممكن تكون مش باست ليا، مش مناسب ليا. لا، هو ربنا قال لنا كده. ف يا ريت كلنا نتعلم ان احنا نحب، مش عشان، ولكن بالرغم من. كبسولة ليا وليك. هلو.